أستنى دايما لذلك وأعود إلى اللغة العربية عماد الهوية. نستمع الآن إلى كلمة فارس النقد ورئيس الملتقى السرد العربي الدكتور أسامة عبد الحليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعدكم مساء جميعا، كل التحية والتقدير لكم ولكن كل باسمه وصفته. سعيد بما لمسناه في بورسعيد الباسلة من قرى الضيف وبشاشة اللقاء وفهم قضية الثقافة واحترام رموزها، معاني نبيلة تترقرق في هذه البلدة أو هذه المدينة التي جمعت في باعها بين البسالة والنبل والثقافة والقدرة الفذة على حماية الأوطان. سعيد بهذا الاستقبال في نادي العمال، وأشكر كل من فيه من طواقم العمل ومن الإدارة الفاقهة الفاهمة التي تستطيع أن تقرأ المشهد الفني والثقافي والفكري برصانة وتؤدة. سعيد بهذا البروتوكول أو الشراكة الثقافية التي جمعتنا ملتقى السرد العربي بأكاديمية زرقاء، وقد حرر هذا البروتوكول قبل ما يقرب من عامين، وبدأ يبض بثمرة طيبة جدا ممثلة في حزمة من اللقاءات والحلقات النقاشية ومناقشة الإصدارات والإبداعات الجديدة. فأنا سعيد كل السعادة باستمرار هذه الأماسي، وفي كل مرة آتي إلى بورسعيد أكتشف جديدا في الفكر، جديدا في الحضور، جديدا في الإصدارات، جديدا في الرؤى المستقبلية لوطننا وإقليمنا وعروبتنا. وطبعا هذا الطاقم الذي ينتظم هذه الرموز ينتظم في باعه فنانة راقية لقبت بأم العظماء، وصدر كتاب، وهذه مسألة لابد أن أنبه إليها. صدر كتاب قبل أكثر من عام بعنوان أم العظماء. الكتاب من الجلدة إلى الجلدة مداره هذه الفنانة الراقية الفنانة سميرة عبد العزيز. والحقيقة أنها بدأت في السلم المتدرج من إذاعة الإسكندرية، ترقت حتى ارتقت خشبة المسرح، وكان جهدها في الميدان المسرحي هو الملحوظ على نطاق واسع. قدمت للمسرح المصري عددا وافرا من الأعمال أصلت بها للتجربة المسرحية، منها مثلا مسرحية وطني عكا، أو مسرحية مخدة الكحل وهي من المسرح التجريبي، أو مسرحية صلاح الدين الأيوبي. ارتبطت دائما بالرموز، وارتبطت دائما بالتاريخ العربي والإسلامي والمصري. لم تسمح لنفسها أبدا أن تترخص، وكانت تعتقد أنه كما أن رغيف الخبز يدخل إلى كل بيت وينبغي أن يكون نظيفا مبرأ من السموم، فإن رغيف الفن يدخل إلى كل بيت وينبغي بدوري أن يكون مبرأ من السموم. وستلاحظون معي أنه في موجة أفلام المقاولات ودراما المقاولات للأسف التي خضعت لابتزاز رأس المال، كانت سميرة عبد العزيز هي الحجر الصلب في مواجهة هذا التدني وهذا الهبوط وهذا الإسفاف، ورفضت أن تشارك فيه رغم أنه قدم لها على الطاولة عروض بأثمان أو بقيم مالية رفيعة جدا، لكنها كانت تعتبر نفسها فنانة الأسرة. وهي بالمناسبة كان لها محطات سينمائية كفيلم إعدام قاضي أو فيلم القتل اللذيذ، لكن هي على هذا تفتخر بدورها المتجذر في الدراما التلفزيونية، خصوصا أن كل مسلسل كانت تقدمه كانت تطرح من خلاله ملفا متكاملا. ضمير أبلة حكمة طرح فيه ملف التعليم، مسلسل كإمام الدعاء طرح فيه ملف القيم الدينية والأخلاقية وإعادة تكوين الأسرة على أساس أخلاقي متين ووطيد. وهي الآن عضو مجلس الشيوخ، يعني تتولى ملف الثقافة في أروقة البرلمان المصري والاستشاريات المصرية. وأنا أعرف أن صلابتها
تأتي معه